السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وأحسنه. بصوا بقى الطعامة دي، على طول احنا بنعمل البدنجان يا إما بنشويه يا إما بنقليه وبنعمله مسقعة. لكن جربتي إن انت تشويه مع الخضار وتعملي صينية خضار بالبدنجان؟ أنا بقى النهاردة هوريكي لو ما عندكيش أي حاجة في البيت وعندك بس بدنجانية وبطاطستين، ازاي هوريكي تعملي اكله اقتصاديه وبسيطه وفي نفس الوقت مغذيه. مش شرط كل يوم لحمه وفراخ وسمك. اكله الخضار دي مفيده جدا للاطفال اكتر من اللحمه والفراخ والسمك كل يوم. بصوا الطعامه، بصوا البدنجانيه والتتبيله اللي انا عاملاها ليها، ريحتها بتجيب اخر البيت بجد، طعمها خطير خطير. وعملت جنبها شويه رز بالشعريه وطبق سلطة حلو كده وتمام قوي. مش لازم لحمة وفراخ وسمك كل يوم. بصوا البدنجان وبصوا البطاطس والفلفل الأخضر والطماطم والبصل، صينية خضار فظيعة. بصوا بصوا الطعامة يا ولاد. بصي البطاطس مستوية ولا اتهرت ولا أي حاجة. يلا مع بعض نشوف المقادير والخطوات. معايا هنا حوالي 4 بطاطسات، ومعايا 3 طماطمات كبار، ومعايا بصلتين كبار مقطعهم طرنشات، ومعايا بدنجان، ومعايا فلفل اخضر، بابريكا. اول حاجه هعملها، نزلت بشويه زيت في الصينيه اللي انا هشتغل فيها، تمام كده. وبعد كده هنزل بالبطاطس بتاعتي. طبعا انا مقطعاها وغسلاها، بديهي يعني ان انت هتغسلي الخضار قبل ما تستخدميه. هبتدي ارص اول حاجه البطاطس، لان البطاطس ناشفه، فعشان كده حتى لو اتحطت تحت مش هتتهري منك في الفرن عكس البدنجان. فخلي البطاطس الاول ابتدي بيها، وبعد كده ترصي بقيه الخضار ده كله. بصوا يا ولاد عامله ازاي، بسيطه ما فيهاش اي حاجه ومش مكلفه نهائي. بصي وخطواتها بسيطه. طبعا انت مش مؤيده بترتيب معين، اللي يجي في ايدك حطيه. هنا حطيت الطماطم فوق البطاطس اهو، بصي زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هبتدي احط البدنجان والفلفل والبصل اهو. خلصت كده البطاطس والطماطم، هبتدي بقى ارص البدنجان. طبعا البدنجان انا كنت سايباه شويه في بميه بملح، وبعد كده غسلته وابتديت احطه كمان في الصينيه فوق البطاطس والطماطم. يعني انتي بدل ما تعمليه وتقليه وفيه زيوت كتير او تشويه، لا جربي تعمليه كده في وسط خضار وهتحبي الطريقه دي جدا، لان هي مش صعبه وفي نفس الوقت مغذيه. بصوا اهو، خلصت كده كميه البدنجان اللي معايا. وبعد كده هنزل بالفلفل الاخضر البابريكا، لو ما عندكيش حطي فلفل اخضر عادي اهو. هبتدي بقى ارص البصل كمان اهو. الخضار والبصل بيدي ريحة جميلة، يعني كمان البصل لما بيكون كتير بيدي ريحة جميلة للخضار، خاصة لما بيكون داخل الفرن اهو. اللي وصلت معايا لحد هنا ما تنسوش يا حبايبي اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس، قناة اخترنا لك مع نودي، علشان اي حاجة جديدة انزلها يوصلك اشعار مني باذن الله. هنا بقى تعالوا نعمل مع بعض الصوصة بتاعتها. هنا بعد ما خلصت الصينية كلها، معايا من البهارات هنا زعتر، بابريكا، معايا مكعب مرقة دجاج، معايا ملح، فلفل ناعم، معايا معلقة كزبرة ناعمة، معايا كمون، ومعايا هنا معلقة خل، وده توم حوالي 4 فصوص توم انا مقطعاهم، ومعايا هنا معجون صلصة ونزلت عليهم بشوية مية سخنة عشان مكعب المرقة يدوب فيها على طول. وحطيت هنا معلقة الخل، بابريكا، زعتر، فلفل اسمر ناعم، كمون، كزبرة ناعمة، ملح، والثوم، وهقلب كل ده مع بعض اهو. وبعد كده هنزل بيهم على الصينية بتاعتي. وهحط شوية زيت صغيرين جدا، لان انت لو حطيتي زيت كتير الصلصة مش هتمسك في الحاجة، فخلي بالك الصلصة بالذات
ما تحطلهاش زيت كتير، ما تحطلهاش. اتلخبطت يا ولاد. اهو. وبعد كده هغطيها بورق فويل واحطها في الفرن بتاعي على الشبكه في الرف اللي في النص، وهوريها لك بعد ما تطلع. لا، هوريها لك الاول وانا بقفلها. اهو جبت ورق فويل عشان كل ما بتقفلي على الخضار والبخار بيطلع فيه بيسويه وبيديله ريحه فظيعه. يعني خلي بالك لما تعملي خضار وتقفليه كده بالتقفيله دي بيخلي لك ريحه صينيه الخضار تحفه. جربيها بالطريقه دي وهتفضلي تعملي صينيه الخضار بنفس الطريقه. هوريها لك بعد ما تطلع من الفرن ان شاء الله. بصي انا مش محتاجه اتكلم بقى، انتوا شايفين اهو. بصوا البطاطس والريحه بقى، الريحه مش قادره اقول لكم من البهارات والزعتر ومعلقه الخل، بجد عطيها طعم تحفه مع مرقه الدجاج. هو الكلام بسرعه، الانسان لما بيتكلم بسرعه بيغلط. وانا عشان بسجل وبيبقى ورايا حاجات تانية فبسجل بتكلم بسرعه، انا اسفه يا حبايبي. بصوا يا ولاد الخضار، ده الفلفل والبطاطس والبدنجان تحت، وريحتها بجد تحفه كانت قلبة البيت بجد. جربيها بطريقه نودي. البدنجان في الصينيه مع الخضار، واعملي جنبه شويه رز بالشعريه او شويه رز حبه وحبه او ايا كان نوع الرز اللي انت بتحبيه. وبالهنا والشفا يا حبايبي للي يجرب البدنجان في الصينيه مع الخضار. متنسوش اللايك.